الو. ايوه. ايوه، ازيك يا استاذ وسام؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله تمام بخير. تعرفيكي؟ ممكن ما اقولش الاسم؟ ده الطبيعي. طب كام سنه؟ 31. مرتبطه؟ او متجوزه. متجوزه بالك قد ايه؟ بقالي 16 سنه. ياه، انت بداتي بدري قوي. قوي. 16 سنه 31. انت اتجوزتي عندك 15 سنه مش كده؟ يعني لا، كنت 16 سنه، انا دلوقتي عديت ال 31 ماشيه في يا ستي 16 سنه 16 سنه دي بنوته بتلعب بالعجله. ما علينا. طيب عندك اولاد؟ عندي الحمد لله. طيب متجوزه؟ طبعا مش متجوزه عن حب. 16 سنه دي ما تكونش لحقت تتجوز عن حب. لا، مش عن حب. طيب احكي لي ايه الموضوع؟ هو الموضوع انا زي ما حضرتك قلت، انا كنت متجوزه صغيره خالص، ولا كنت اعرف لسه يعني ايه جواز ولا يعني ايه، بس اهو عيله وفرحت بالجواز واهلها حلو ويعني عريس كويس. المهم اتجوزت وعشت سنين كتير وكنت عايشه الحمد لله وراضيه ومش في اي حاجه. وكان جوزي يعني برضو يعتبر، كان انا في حاجات بينا كتير قوي مش متفاهمين فيها. هو ما كانش بيحصل مشاكل كبيره الاول. طب هو كان اكبر منك بقد ايه؟ هو اكبر مني ب 12 سنه. هل فرق السن ده اللي كان بيخلي في حاجات بينكم مش متفاهمين فيها؟ ممكن برضه. طيب هل كانت بتعدي الامور ولا الامور كانت بتتكعبل؟ لا، ما كانش متفاهم الامور خالص، وما كانش بيعرف يحتويني ولا اي حاجه. ما كانش في احتواء، كان الفرق السن كبير. كان بيعاملك زي ما تكوني اخته الصغيره؟ يعني شويه. او بنته بقى، خدي الاوردرات، اعملي ما تعمليش، روحي ما تجيش كده. يعني شويه. طيب وبعدين؟ وبعدين انا جات لي فرصه ان انا اشتغل واشتغلت وكنا عايشين برضو عادي. ويعني انا كنت برضو يعني ايه، لسه ما كنتش لسه فتحت على الدنيا. وبعد كده بعد ما بدات اكبر واشوف الدنيا ماشيه ازاي وكده اكيد بقيت احس بحاجات كده عايزاها ومحتاجاها زي اي واحده متجوزه يعني وكده. كنت اقول له انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا ومحتاجه كذا. كذا ده يعني مثلا بلوزه، بنطلون؟ لا 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 لا، البلوزه والبنطلون والكلام ده ما كانش بيحوش عني اي حاجه من الحاجات. امال عايزه كذا دي ايه؟ يعني كست يعني عايزه حاجه في العلاقه الحميميه، في العلاقه نفسها؟ مش خاصه في العلاقه الحميميه، بس يعني ايه كمعامله. عايزه اسمع كلمه حلوه، عايزه شويه حنيه، عايزه طبطبه، عايزه كلمه حلوه، عايزه ضحكه، عايزه نكته، عايزه ابتسامه، عايزه مجامله. ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي خالص بينا. ما هو يعني هو مش ان هو كان مستخسرها فيها ولا حاجه، لا هو ما كانش بيعرف يعمل كده. وانا طلبتها كتير جدا جدا ما كانش فيه يعني اي استجابه ولا اي تغيير ولا اي حاجه. وعشنا كتير وكان في تقصير برضو في العلاقه برضو شويه، بس يعني ايه دي كنا بنتغاضى عنها. يعني ان احنا رحنا للدكاتره ورحنا هنا ورحنا هنا وهو ما كانش فيه اي مشكله. وبعدين جت بقى الفتره عرفت واحد وللاسف يعني هو جوزي عرف دلوقتي. حصلت علاقه بينك وبين الواحد ده؟ بصراحه مره، وانا كنت ندمانه جدا بعدها وجوزك عرف ان حصلت علاقه بينك وبينه؟ لا، عرف بس ان انت عرفتيه. عرف ان انا اتكلمت مع شاب وكان في مكالمه مسجله، هو ده اللي خلاه يعرف يعني. وسمع المكالمه؟ ايه؟ وسمع المكالمه؟ سمع المكالمه. مكالمه كان فيها حب واشواق ولهفه وغرام وبحبك وبدوب فيك حاجات كتير خالص. عمل ايه جوزك بعد كده؟ طبعا كان بهدله 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 فوق ما تتخيل، بس يعني ايه بيني وبينه ما عملش فضايح يعني؟ لا، هو لغايه دلوقتي ما عملش فضايح. بس طبعا كانت بهدله يعني فوق ما تتخيل، ضرب وبهدله وشتيمه واهانه الضرب موت يعني. وانا يعني هو المفروض يعني عارف الموضوع دوت بقاله حوالي بالظبط 8 شهور واحنا عايشين مع بعض بطريقه وحشه جدا 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 جدا. طب ليه ما طلقكيش؟ هو عمال يقول لي علشان العيال، شويه يقول لي عشان بحبك، وشويه يبقى ضرب واهانه وبطريقه ما تتخيلهاش. اول ما بيفتكر بيجي له حاله هستيريه، ده وضع طبيعي. بس يا استاذ اسامه يوميا بيجيب لي سيره الشخص ده، يوميا بنفتح الكلام، مش يوميا بس كمان ده كل ساعه يعتبر قاعدها في البيت
مشكله وخناقه، مشكله وخناقه، ومشاكل كتيره وكبيره. انا دخلت اخويا في الموضوع وحكيت له اللي حصل، وجه واتكلم معاه واتكلم بالراحه، وقال له انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه هنعمله. قال هنعيش، وكل ما يقول هنعيش يحصل بعدها مشكله اكبر واكبر واكبر، والولاد بينا الولاد عرفوا يا ماما الموضوع ده؟ للاسف. عندك ولاد ولا بنات؟ ولدين وبنت.